المصريين بيحبوا الذهب، ده شيء أساسي في حياتهم، وبيقدروا قوي سبائك الذهب عن المشغولات الذهبية، وبيعتبروها مخزن القيمة الحقيقي لأموالهم. أوزان حسب رغبتهم، وبتبدأ من جرام لغاية كيلو جرام، ومصنعية بسيطة بتوصل في وزن الكيلو ل 11 جنيه و70 قرش على الجرام. ومش بيخسروا المصنعية كلها لما يحبوا يبيعوا السبائك لأنها مستردة، ده بخلاف إنها دايما مطلوبة، وخصوصا لو في غلافها الأصلي. يعني عمرك ما هتروح لمحل ذهب عشان تبيع سبيكة ويخذلك، وبصراحة عندهم حق. الاستثمار في السبائك الذهبية من أهم أنواع الاستثمار الآمن في مصر، متوسط وطويل الأجل، ده كلام ما فيهوش جدال، وخصوصا لو سبيكة عيارها صح والمصفى اللي أنتجتها معتمدة دوليا، وعيارها آمن سواء 24 أو 21 أو حتى 18، زي سبائك مصنع سام في مصر، لأن السبيكة اللي بينتجها بتدخل كل أسواق العالم ومقبولة، ومستحيل حد يشك أو يشكك في عيارها. وبيمتلك مجموعة ضخمة من السبائك وأشكال مختلفة منها، وبعضها بقى ممكن استخدامه للزينة، يعني يتعلق في سلسلة أو حلق، وبالتالي السبيكة بقت مش لمجرد حفظ قيمة الأموال. دلوقتي هنزور مصنع سام في العباسية بالقاهرة، وده من أشهر مصانع إنتاج السبائك الذهبية المعتمدة في أسواق 143 دولة في العالم، لأنه حاصل على شهادة RGC الخاصة بمجلس المجوهرات العالمي، بخلاف أكثر من 5 شهادات أيزو من أوروبا. وبالمناسبة هنقابل خلال زيارتنا المحاسب سامح عبد الحكيم خليل، خبير الذهب والمجوهرات والسبائك الذهبية، ومؤسس شركة القدس للذهب والمجوهرات، ووكيل شركة سام للسبائك الذهبية، وهنفهم منه أسرار شراء وبيع السبائك الذهبية. ركزوا معاه. السبائك اللي قدامنا دي اللي بتبدأ من أول الكيلو، ده كيلو حقيقي، كيلو ذهب، صح كده؟ طبعا. بتنتج في مصر بجودة عالية جدا، بتدخل في أسواق 143 دولة. عايز أفهم منك بقى، أنا كمواطن مصري بسيط جدا، أنا هشتري السبيكة إزاي؟ أعرف عيارها منين؟ أطمن لها إزاي؟ كمان أنا أول مرة أعرف النهاردة إن أنا لو معايا 2000 جنيه ده أنا ممكن أستثمرهم في الذهب. بداية عاوز أقول يعني إيه سبيكة؟ تمام. السبايك عيار 24. يعني إيه؟ يعني عيار 999 و9 من 10 ذهب خام. طب أمال إيه ال21؟ ال21 ده عيار، والعيار الأكثر تداولاً اللي بيتعمل منه الجنيهات الذهب، بيبقى 875 سهم في الألف. تقول لي يعني إيه؟ يعني نسبة 875 سهم ذهب خام و125 سهم شوائب. يعني إيه شوائب؟ أحسن حد يكون فاكر حاطين من بلاستيك ولا حديد، لا، نحاس أو فضة، وبعض المواد الأخرى بلاتينيوم. ده إحنا اللي بنحطه عشان نعرف نشكل إحنا اللي القطع. بنحطه عشان نشكل. ليه؟ لأن الخام ال24 لما تشكله في مشغولات هيبقى ضعيف وطري، هيتكسر، ما يستحملش. الذهب معدن طري، لذلك احنا نقول لما نعمل عيار 18 اللي هو 750 سهم و250 سهم، 750 سهم ايه؟ ذهب، و250 سهم فضة، بيبقى تشكيله احسن، اعرف اديله لمعة اكتر. طب انا السبائك هستخدمها في ايه؟ هستخدمها في حفظ مالي. اكتر حاجة هتحفظ الثروة بتاعتك هي الذهب. ايه دليلك؟ دليلي من عندي التاريخ. الدولار وعندي البنك وعندي الاستثمار. جميل. طبعا. تعال نتكلم كلام بسيط زي ما انا شخصيا انا هقنعك شخصيا بالتاريخ. سنة 2016 حصل تعويم في مصر، او التعويم كان الذهب ب 264 جنيه ارتفع لكام في 2016؟ 2016 ارتفع من 264 ل 600 جنيه في نفس السنة. إذا اللي كان معاه جرام ذهب ب 264 وصل 600 جنيه. بعد كده 11 20 22 من 900 جنيه ل 1600 جنيه. تاني حركة بنفس الطريقة. مارس 2023 من 1600 بقى وصل ل 2000 2100 2200 تنانة لغاية شهر 5 كان وصل الذهب ل
900 جنيه عيار 21. النهارده بنتكلم في 2600 جنيه. معنى ذلك ان انا اقدر اقول ان الذهب ده استثمار ايه نوعه؟ استثمار طويل الاجل. اللي اشترى في 2016 ب 600 جنيه بعد ما ارتفع بيبيعوا دلوقتي ب 3000 جنيه، واللي اشترى في 2015 ب 260 جنيه زاد 10 اضعاف. فهمنا كده باختصار احنا فين؟ يعني ايه مصفى الذهب؟ شركة سام مصفى من اولا هي المصفى الاكبر المعتمدة دوليا في مصر بالظبط، والسبيكة بتاعتها بتدخل في 143 دولة. تمام. بس يعني ايه مصفى؟ يعني عندها القدرة على ان هي تاخد سبائك الخام اللي طالعه من تحت الارض. تقول لي هو اللي طالع من تحت الارض ده بيبقى طبعا بيصبوه في قوالب. بالظبط. انا بطلع المنجم النهارده بيطلع من تحت الارض كده حاجات، هتلاقي حجاره وتراب وكده، يبتدي يتسيح وتصب في قوالب. تيجي السبائك هنا يحصل لها حاجه اسمها حل، نرجعها لعناصرها الاولانيه. عمليه كيميائيه معقده عشان افصل الفضه عن الذهب عن النحاس، عشان اطلعه في الاخر سبيكه كده مكتوب عليها البيان ان دي خام خالص. تفرح. شفت اللون ده؟ شفت اللون ده؟ مين يقدر يعمل دي كمان بار؟ الوحيدين اللي عملوا دي بار هنا اهم. بار دي كده، دي بتاعت المصانع اللي بياخدوها يعملوا بيها المشغولات. يعني دي مختلفة عن السبيكة دي؟ طبعا. انا ممكن امسك دي كده بس مش عاوز اشيلها من مكانها. شيلها؟ لا دي فيها بركة تتشال. ايه الفرق بين دي ودي بقى؟ ايه الفرق بين دي وبين دي؟ دي هتلاقي عليها مكتوب 999 و9 من 10 ودي 995. من يستخدم هذه؟ يستخدم هذه مصانع المشغولات. ليه؟ بتبقى افضل في التصنيع من دي. طيب ومين اللي بياخد دي؟ اللي بياخد دي المستثمرين. انا معايا 3000 جنيه، اتفضل خد الجرام. جرام دهب، جرام سبيكة 4 تسعات عيار 24، مخزن للقيمة. ناس كتير جدا بتاخدها كهدية، ناس كتير جدا بتاخدها كاستثمار. يقول لي طب انا عندي 5 ولاد او 4 ولاد وانا عاوز لكل واحد هدية. خد اتفضل. طب انا عاوز اسيب للبنات عشان لما يجوا يتجوزوا. بيجي ناس كتير جدا اديني 10 سبائك الواحدة جرام، اصل هو ده الفلوس اللي انا هجهزها بيها، فعاوز اسيبه في الذهب لما تكبر. فده اللي احنا قادرين نقول عليه. طب كمان النهارده بقت شركة سام تقدر تعمل مشغول في السبيكة. تقول لي معقولة؟ اقول لك اهو، دي تعليقة اهي، شايف ليها طرف هنا تتعلق في السلسلة. هل طب لا معلش، دي طبعا دي سبيكة تعتبر وليها جرامها ومسكوكة وكل حاجة، ولكن مش هيبقى فيها مصنعية كمشغولة او كمشغولات. شفت بقى الكلام جميل ازاي؟ حلو. ازيد 10 جنيه من السبيكة في الجرام بس. يعني مصنعية دي كمشغول اقل من مصنعية المشغولات التانية. طب هم عاملين منها من اول ايه بقى؟ مخزن للقيمة ومحطوطة في نفس الوقت 2 جرام ونص، 5 جرام، مخزن قيمة وزينة لغاية ال50 جرام عاملينها كده بتعليقة. ادي ال100 جرام اهي وادي ال50 جرام اهي. طيب تعال نقول حاجة تانية. انا ليه اهو ادي ال100 جرام وادي ال50 جرام. انا ليه هاخد سبيكة سام؟ السبيكة دي على ظهرها سيريال نمبر، كويس؟ رقم كودي اهو. هو ده اللي احنا فتحنا على الموبايل الابليكيشن اللي وريتك قبل الحلقة. طلع كل بيانات السبيكة. الناس دي عاملة السيريال نمبر ده اقدر اكشف بيه على السبيكة بتاعتي. يعني انا رحت لتاجر ذهب غير معلوم، وقف طلع لي السبيكة وانا عنده كده بالموبايل بتاعي. هفتح هكتب اسمي والايميل بتاعي واخش على موقع شركة سام واحط السيريال نمبر، يقوم يقول لي السبيكة بتاعتك دي اهي، دي اللي انت كتبت لي رقمها كذا 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 كذا، السبيكة دي سام ووزنها 50 جرام اهو. 50 جرام مثلا و5 من 1000، لان السبيكة دي بتيجي لازم ازيد من الوزن ده، ودي المعايير الدولية. والسبيكة دي عليها اللوجو بتاع سام من الظهر او عليها لوجو النسر اهو، والسبيكة دي مضمونة. بالمناسبة مؤسس مصنع سام في مصر سنة 2019 هو السيد سامي أبو أحمد، وهو من الأردن ويعتبر من أهم خبراء مصافي الذهب
في الوطن العربي، وبيمتلك في الإمارات مصفى للذهب في دبي ومصفى تانية للذهب في الشارقة. وخلي بال حضراتكم، الإمارات تعتبر قبلة الذهب في العالم عشان يدخل المصافي لاستخلاص الذهب النقي، يعني 999.9 سهم عيار 24، وفصله عن أي شوائب زي الفضة والنحاس وغيرها، ودي عمليات كيميائية صناعية بالغة التعقيد. معروف جدا في بعض الدول العربية، وتلاقيهم حتى بيقول لك الذهب المصري آخر حاجة ممكن أفكر فيها إن أنا أشتريها. طب ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ أقول لك أصل في دايما سهمين كده ضايعين. طب فين مصلحة الدمغ والموازين بتاعتنا؟ فين الناس اللي بتفكر في الكلام ده؟ يا جماعة ده الذهب المصري، عندنا سمعة عالمية، عايزين الدقة. نطمن إزاي لمعيار السبيكة؟ نتكلم على مرحلتين. المرحلة الأولانية سبيكة سام تخضع لإيه؟ المعايير هنا ولا معايير عالمية؟ معايير عالمية، بمعنى تاني إن هو واخد من كذا جهة من الجهات المنوط بها استخراج التصاريح للمناجم والمصافي الذهب، إن أنت تبقى مصفاة ذهب على مستوى العالم، واخد التصاريح دي. وحضرتك شفت الشهادات وصورتها كلها. هنا في مصر واخدين هنا شهادة مجلس المجوهرات العالمي؟ طبعا الRGC، وشهاده الRGC دي لا تعطى الا للمناجم او للشركات الكبيره جدا طبعا. طيب انت قلت لي سؤال وانا لازم اجاوب عليه، وان كان الاجابه بتاعته تحزنني. هل هنا صحيح بيسمحوا بسهمين؟ يعني انا المفروض عيار 21 875، يعني الجنيه ده عيار 21 ده 875. ده الجنيه؟ ده الجنيه. امال الجنيه بتاعنا فين اللي احنا متعودين عليه في مصر؟ اللي انت متعود عليه في مصر اللي هو جورج، صح؟ طبعا. صح؟ او اليزابيث. ده عليه حصان ليه؟ لان جورج واليزابيث ده الجنيه الانجليزي، لا يجوز تقليده. انا حاصل على شهادات عالميه، لازم انا يبقى عندي الاشكال بتاعتي بس. ما ينفعش اروح اكتب على قطعه مشغولات مثلا كارتيه وهي مش كارتيه. يعني في سام هنا مسجلين عالميا كل الاشكال دي حضرتك لا يجوز ان حد يعملها تاني، وما بيعملوش الجنيه الجورج لان ده مش بتاعنا. فكل العلامات دي هو مسجلها باسمه هو بس. يعني ما ينفعش على المصفاه في انجلترا مثلا تحط الحصان ده غير باذن سام. امال ايه فايده الRGC؟ صح، تمام. ايه فايده ان نرجع تاني لل 875 و 873. لو دخلت مشغولات او سبايك او اي حاجه ناقصه لغايه سهمين في مصلحه الدمغه وبالذات المشغولات هيدمغوها. برضو انا شايف ان هو المفروض ان ما يبقاش مقبول في التداول المحلي. انا باجي اشتري منك 875، ليه تديني 873؟ يعني تاخد مني 6000 جنيه بدون وجه حق. ليه؟ في الكيلو. انت صح طبعا. وده كان من ضمن الحاجات اللي بتخلي سمعه المشغولات المصريه والشغل المصري بره سيئه. ما هو انت اقل من العيار، انت مش مظبوط. هو مش بيقول لك كده، بيقول لك انت غشاش. طيب ولكن الكلام ده كله بنظبطه مع الشركات الكبرى اللي بتصدر لكل الدول العربيه. طبعا ده 999.9، ده الجنيه ده 875. كل قطعه شغل من دي حضرتك لازم سليم تمام. المفتاح ما ينفعش حضرتك وهي بتتعاير بتتبعت للمعايير الدوليه. انا انتجت 1000 حته وال1000 حته دول عيار 875 اهو. الشيشني بتاعهم، يعني ايه شيشني؟ المعايره بتاعتهم اهي على الجهاز. ما ينفعش يطلع 874.99%، لازم 875. ما ادخل محل الذهب، يعني لو دخلت عند حضرتك القدس اخد الجنيه ولا الجرام ولا ال10 جرام ولا ال100 جرام؟ لعوامل كتير جدا. اول حاجه انا يبقى عندي سهوله في التداول. انت معاك قد ايه وهتحتاجهم امتى، وهل ممكن تحتاج جزء منهم خلال الفتره ولا لا، عشان تجاوبني على الاسئله دي عشان اقدر اقول لك تاخد ايه. اول حاجه معايا قد ايه؟ لو معايا مبلغ صغير يبقى هتضطر ان انت تاخد. طب انا راجل معايا 3 مليون جنيه، اشتري كيلو دهب ولا متقسمين 10 ميات؟ تعالى بقى نتكلم في الحته دي. ولا لو اشتريت الكيلو ده وبيبقى بار، يعني بيبقى في غلاف اهو، غلاف زي كده، الكيلو ده هيبقى في غلاف زي كده عشان يبقى واضح اهو ده، والغلاف ده ما يتخلعش لو انت بتستثمر. لا ليه بقى؟ لان في حاجه اسمها عائد استردادي.
ايوه. لو قلنا الغلاف ده بالغلاف ده كده بالنظافه بتاع الغلاف دي ب 30 جنيه تقريبا الجرام، يعني حضرتك لو خدت ابو 3 مليون جنيه هتدفع 30 جنيه على كل جرام، يعني هتدفع 30,000 جنيه. هخسرهم وانا ببيع؟ لا مش هتخسرهم كلهم وانت بتبيع، انت دفعت 30 جنيه صح؟ مصنعية. هرد لك من ال 30 جنيه دول 12 جنيه 13 جنيه تاني على الكيلو، بيوصل ل 20 و22 جنيه على الجنيه او على الجرام. موافق، كلام بسيط. يعني معنى ذلك ان انت خدت ما يقرب من نص التكلفه تاني وانت بتبيع، واحتفظت بقيمه الذهب والزيادات اللي حصلت فيه، فزت بالظبط. بيها. ليه بقى انا اديتك ليه دي؟ اديتك ليه دي؟ لان انت رجعت لي السبيكه مغلفه زي ما هي، فانا مش هتعب تاني في التصنيع بتاعها، فما خصمتش منك غير قيمه اجره تصنيعي ليها بس اللي انا اوريدي دفعته. عشان كده الناس بتحب السبائك لان فيها عائد ايه؟ استردادي. طب هتقول لي الجرام العائد الاستردادي بتاعه قد ايه؟ انت شفتني مسكته على طول. الكلام بتاع الجرام. الجرام ده ب 66 جنيه تقريبا، لان من الجرام لل100 اعتبروها عندنا في مصر مشغولات. عشان كده انت عندك عائد لغايه ال100 جرام حوالي 20 جنيه تقريبا على كل جرام. ليه؟ لانه بيتحاسب على انه مشغول. تاني حاجه، هشتري الجرام ولا الكيلو؟ اشتري على قد ما انا عاوز. طب لو انا عاوز اشتري مثلا استثمر 100,000 جنيه وانا احتمال ان انا احتاج 50,000 جنيه في جهاز البنتي بعد 6 شهور، اشتريهم 10 جرامات، 10 10 10 بالظبط. والجرام ب3، انا اشتري 30 جرام هشتريهم 10 و10 و5 و5. امتى تخسر لو اشتريت سبائك ذهبية؟ نقول تاني، لما تكون من نوع المستثمرين اللي بيضربوا في الذهب، بمعنى عايز تجيبه النهاردة وتبيعه بكرة لمجرد ان الذهب زاد كام جنيه، او تشتري السبائك بكل اموالك وبالتالي تضطر تبيعه اول باول مع كل التزام جديد في حياتك، وبالتالي هتفقد السيطرة على إدارة استثمارك في السبائك الذهبية وهتتعرض لخسائر متتالية. الاستثمار في السبائك الذهبية يكون آمن لما يدار بفكر إنه استثمار متوسط وطويل الأجل، يعني من 1 ل3 سنين على الأقل، ووقتها أكيد هتكسب.